بعض الجمل. العنابة أحسن شيء 5 بيضرب مو 6 بيقطع. هاي ده اللي قلت لهم صورة بهالضاك. ما في جزاءات؟ وين عليك نبرة؟ شوي محمد شوي. ما شهدناه اليوم هو عرس وطني حقيقي. كم كنا سعداء أن نرى مهرجان رياضي في بلدة قرفة وبمشاركة نادي الإذاعة الرياضي. كم نحن بشوق إلى عودة الحياة في ملاعبنا. طبعا نحن نراهن دائما على إرادة الحياة لدى الشعب السوري، وهذا دائما ما عهدناه لدى جيل الشباب لدينا، الجيل الذي دائما نعول عليه في انتصارات سوريا المستقبلية إن شاء الله. في البداية الرحمة للشهداء والصحة والعافية للجرحى والنصر لقواتنا المسلحة الباسلة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. نبيك يا بشار بالروح بالدم، 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 نبيك يا بشار. وتزامن هذا المهرجان الرياضي وهذا العرس والكرنفال الرياضي مع احتفالات جماهير تعالوا ورايا. ارجعوا خلي الفريق يبين. ارجعوا تعالوا ورانا. تعالوا ورا. وما زلنا مستمرين في هذا النهج مع رفيق الدكتور بشار الأسد. هذا الشعب جدير بالاحترام، فمنذ ما يقارب 5 سنوات ونحن نتعرض لحرب كونية لو تعرض لها أعتى جيوش العالم انهارت، وما زلنا صامدين وسنبقى مع الدكتور بشار الأسد، معه وبه. هذا الشعب العظيم الذي تمثلوه وتضحيات الجيش العربي السوري الباسل وحكمة القيادة، سنصل معا جميعا إلى بر الأمان وسننتصر ونحن منتصرون. فكل التحية، لن نطيل عليكم طبعا الوقت أدركنا. كل التحية لشهداء أمتنا الأبرار، كل التحية لجيشنا الباسل في تضحيات التي الله يحيي الجيش، 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 الله يحيي الجيش. اليوم المزيد من الانتصارات واخرها وليس اخيرا تحرير مطار كويت، وسيكون ان شاء الله في المستقبل القريب ستشهدون انتصارات على مساحه. كل التحيه لمفكر التصريح القائد المؤسس ماهر الاسد.
والتحية كل التحية للقائد الرمز العظيم ابن العظيم السيد الرئيس بشار الأسد. الله يعطيكم العافية شباب. أنا بدي أقول مبروك للفريقين. مبروك أول شيء انتصرت الأخلاق الرياضية اليوم. وبدي أتشكر بالذات فريق يوسف يعني من عادي باذن الله تعالى من عادي بكون بظروف افضل من هيك ان شاء الله. مبروك للفريقين مره ثانيه، كل عام وانتم بخير. العب في الجزاء بس. لا لا نشكر جماعة الأمن القومي وحزب البعث